خلينا نبدا الاول بشويه definitions. عايزين ناخد definition، عايزين نعرف يعني ايه application security. يعني بشكل عام ان الناس عارفاه بشكل كبير عن مجال السايبر سيكيورتي او الحاجه اللي ليها علاقه اكتر بالابلكيشنز، هو دايما البنتريشن تيستنج او الباج هانتنج. ان انا بحاول ان انا يبقى عندي ابلكيشن سوليد، وبحاول ان انا اطلع الثغرات اللي موجوده فيها، وبحاول ان انا اكتشف ايه الباجز اللي موجوده فيه، واخد عليها مثلا باونتي او اعمل عليها بنتريشن تيستنج ريبورت. طيب هل ده كل حاجه لها علاقه بالابلكيشنز؟ ديفنتلي لا. احنا في علم كبير جدا له علاقه بازاي ان انت تقدر تسكيور ابلكيشن من الديفلوبمنت فيز لغايه البرودكشن فيز. يعني عامة بشكل عام هو مش أحسن أبروتش خالص إن أنت تخلي البين تيستنج اللي بيحصل في آخر مرحلة بس. يعني اللي بيحصل عادة في معظم الانتربرايزز اللي هي ما عندهاش تيم ابلكيشن سكيورتي جواها، ان هم بيخلصوا ديفلوبمنت، بيخلصوا تيستنج، بيخلصوا ريليس، وبيطلع بابلكيشن سواء ويب او موبايل او وات ايفر، ويبدا ان هو يعمل بين تيستنج عليه. طيب في الحاله دي انت عندك حاجه من حاجتين: اول حاجه ان انت هيطلع في الابلكيشن كلين، فخلاص تمام امورك طيبه، او ان انت هيطلع عندك اي نوع من انواع الثغرات سواء كريتيكال او هاي، او السيفيريتي بتاعتها بشكل مختلف، يعني هتطلع عامله ازاي. طيب ساعتها الفيكسنج بتاع الفايندنج اللي طلع في مرحله متاخره جدا هتخلي انت بتبدا السايكل من الاول تاني. يعني هتروح تبلغ الديفلوبمنت تيم: يا جماعه احنا عندنا المشكله دي، والكيو اي تيم احنا عندنا المشكله دي، وهنبدا نعيد البرمجه من الاول، من اول خطوه لاخر خطوه تاني، عشان ابدا ان انا اصلح الفاينل دي. طيب لقوا ان في الاخر الشكل الرياكتيف لاكتشاف الثغرات والفيكسنج بتاع الثغرات، لقوا ان هو بيكلفنا وقت كبير جدا بعد كده عشان نعمل عمليه ريميديشن او عمليه اصلاح الثغره دي. طيب فنشأ هنا علم الابلكيشن سكيورتي، اللي هو بيقول لك والله هو ده بروتكشن الديفرنت سوفت وير ابلكيشنز من السكيورتي ثريتس خلال المرحله بتاعه الديفلوبمنت ومرحله الديبلويمنت. المرحله ان انا بكتب فيها الكود، والمرحله اللي انا بعمل فيها البيلدينج او الديبلويمنت بعد كده على السيرفرات، سواء بقى برودكشن او ايا كان الانفايرمنت اللي هتكون موجوده عليها. طيب ده بيتضمن ايه؟ ده بيتضمن اكتر من حاجه. بيتضمن السكيورتي كنترولز اللي انا محتاج ان هي تكون موجوده، سواء انا مثلا عايز اوثنتيكيشن، عايز اوثرايزيشن، عايز انكريبشن بشكل معين، عندي بيست براكتس معين للغه البرمجه اللي انا بكتبها. يعني بشكل يعني مثلا احنا ساعات بنعمل زي براكتس كده بالكومن باجز اللي ممكن تكون موجوده، او الكومن بيتفولز اللي ممكن تكون موجوده في لغه البرمجه. اللي تسي انت بتستخدم جافا فور اكزامبل، فوالله بنعمل جايد كده للديفلوبرز، نقول له والله انت الشكل الفلاني من مثلا لو كتبت الفانكشن الفلانيه، الفانكشن دي ديبريكيتد او الفانكشن دي فولنربل، فيا ريت ما تستخدمش الفانكشنز دي. او يا ريت مثلا لو انت هتعمل اي هتاخد اي انبوت من يوزر مثلا، هتبدا تعمل له فاليديشن بشكل معين مثلا. فدي برضو نوع من انواع البيست براكتس. التستنج ميثودز معناه ان انا ازاي هعمل تيستنج لمختلف انواع الابلكيشنز اللي هتكون موجوده عندي، بحيث ان انا اقدر ان انا بريفنت فولنربيلتيز قبل ما تحصل. ف كل البروسيس اللي بتحصل خلال اللايف سايكل بتاع الديفلوبمنت والديبلويمنت دي اللي اسمها ابلكيشن سكيورتي، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. ليه؟ لان الفيلد ده ديماندنج بشكل كبير جدا، وكمان لما ندخل اكتر في المقارنه بعد كده مع البنتريشن تيستنج فيلد هنعرف ليه في جاب كبيره جدا في الفيلد، ومحتاجه ان احنا يبقى عندنا كمان كفاءات كتير حاليا مش موجوده للاسف. طيب دي كومباريزن بين الابلكيشن سكيورتي والبنتريشن تيستنج. ايه الفرق بينهم؟ طيب ليتس سي من اول من كديفينيشن، احنا اتكلمنا اوريدي على الابلكيشن سكيورتي وقلنا ان هي كل حاجه بتحصل في مرحله السوفت وير ديفلوبمنت. البرزنتيشن تيستنج هو بيسيميليت اتاك على النسخه الجاهزه من الابلكيشن، على نسخه اوريدي ريدي تو ببلش او ريليس موجوده للابلكيشن، وبيحاول ان هو اكسبلويت او ايدنتيفاي فولنربيلتيز عن طريق ان انا بسيميليت الطريقه اللي بياخدها الهاكر عاده عشان يطلع ثغرات. فدي اول حاجه ديفينيشن. طيب من ناحيه التايمينج او من ناحيه التوقيت، البي تي هو بيتعمل بشكل بيريودك، بمعنى ان انت مثلا لو عندك بي سي اي دي اس اس فور اكزامبل، فانت بتعمل مثلا ليتس سي 2 تايمز او 4 تايمز بير يير بنتريشن تيستنج سايكل على الابلكيشنز بتاعتك المهمه مثلا فور اكزامبل. او عندك جايد لاين تاني بتعمله خلال سنه، كل سنه مثلا بتعمله مره.
الابلكيشن سكيورتي لا، هي ملهاش علاقه بالبيريود خالص، هي اون جوينج بروسيس انت بتعملها كل يوم. كل يوم بتكتب سطر كود بتطبق جزء من الابلكيشن سكيورتي لايف سايكل. طيب كابروتش احنا زي ما كنا قلنا من شويه، في واحد فيهم برو اكتيف او بريفنتيف، وواحد فيهم رياكتيف. رياكتيف بمعنى ان هو مش ايجابي، بمعنى ان هو سلبي شويه، ان خلاص الابلكيشن طلع فانا بحاول اطلع اشوف ايه الثغرات اللي موجوده فيه. بريفنتيف او برو اكتيف هو ناحيه الابلكيشن سكيورتي، ان انا بحاول ان انا اكتشف الفايندنج وانس ان الديفلوبر كتب السطر الكود بتاعها في اكزامبل، او في مراحل بدري شويه. ميثودز اليوزد، الطرق اللي بستخدمها او الميكانيزمز اللي بستخدمها عاده في البين تيستنج. دايما الناس بتلجا مثلا بيربس سويت، بلجا ان انا اعمل مانوال بنتريشن تيستنج، بلجا ان انا ممكن اعمل فولنربيلتي سكان باي سكانر من السكانرز. عندي في الابلكيشن سكيورتي لا، ممكن نكون بنستخدم بقى سكيور كودنج، بنستخدم ثريت موديلنج، بنستخدم تولز زي ساس داست اي اس وات ايفر، هنتكلم برضه بالتفصيل عن الحاجات دي. الجوب بروفايلز اللي بتعمل ده واللي بتعمل ده، اللي بيعمل بنتريشن تيستنج طبعا بنتريشن تيستر، او ممكن يبقى ريد تيمر احيانا بيعمل نفس القصه. ناحيه الابسك لا، بيعملوا ابلكيشن سكيورتي انجينير او ديف سيك اوبس انجينير، او ليتس سي سكيورتي اركتكت لو هو بيعمل زي ديزاين للفيزز من الاول خالص، او بيراجع اركتكتشر موجود. طيب خلينا نبدا برضو بتعريف، او خلينا نتكلم شويه عن الديف سيك اوبس، لان هي برضو مش كومنلي نوين قوي، فخلينا ندردش عنها بحيث برضو نبقى عارفين اكتر يعني ايه الديف سيك اوبس دي. طيب الديف سيك اوبس باختصار، هي واضح ان اختصار 3 كلمات، ال3 كلمات مهمين جدا. ديف سيك اوبس هي المكان اللي بيحصل فيه الانترسكشن بتوين الثري فيلدز اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هم الديفلوبمنت والسكيورتي والاوبريشنز. طيب برضو باختصارا يعني ايه، يعني انت هي اي حاجه ليها علاقه باللايف او موجوده في اللايف سايكل، في الديفلوبمنت لايف سايكل، وملهاش علاقه بالكود نفسه. يعني في الاخر الكود هو جزء صغير في اللايف سايكل، بمعنى ان البروجرامر او السوفت وير انجينير كتب كود عشان يعمل فيتشر معينه. ما بعد ذلك من اول من هو بيدوس كوميت، او يبدا ان هو يمرج الكود ده على ماستر برانش او على الديفلوبمنت برانش او وات ايفر، وانس ان هو هيخرج من اللوكال ماشين لاي حاجه بعد كده، ده ليه علاقه بالديف سيك اوبس. سواء انت محتاج هتعمل تيستنج شكله عامل ازاي، هتوتوميت التيستنج بتاعك، هتعمل ريجريشن تيستنج ككيو اي، عندك مثلا staging environment هتجرب عليها الاول، عندك testing environment هتجرب عليها الاول، هتعمل deployment على production، عندك security tools عايز ان انت تبدا ترن مثلا حاجه اسمها بري هوك سكريبتس على الابلكيشن او على السوفت وير بتاعك، عايز تجرب شويه security tools، عايز تجرب شويه سكانرز على الكود او على الريليس. كل ده اللي بيعمله ديف سيك اوبس انجينير. فهو مسؤوليه كامله عن حاجه اسمها ديف اوبس بايب لاينز. دي اختصارا ممكن نقولها بالبلدي كده كانها مواسير، مثلا هي المواسير اللي بيمشي فيها الكود وانس ان هو طلع من اللوكال ماشين، وانس ان هو طلع من الاي دي اي اللي كل سوفت وير انجينير بيكتب فيه، لغايه ما يوصل للبرودكشن. دي مسؤوليه الديف سيك اوبس انجينير. طيب هناخد برضو شويه كونسبتس ليها علاقه بالديف سيك اوبس بشكل عام. اول كلمه برضو حاجه من الحاجات المشهوره قوي اللي هي اسمها شيفت سكيورتي ليفت. بمعنى ايه شيفت سكيورتي ليفت؟ بمعنى لو انت تخيل عندك تيبل كده مثلا في اكتر من كولوم، وانا باخد السكيورتي ده من كولوم على اقصى اليمين، بوديه على لكولوم على اقصى الشمال. برضه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز اخلي السكيورتي تبدا من الاول خالص، ما تبقاش مرحله متاخره، ما تبقاش مرحله الريليس وعم بعمل ايه بين تيستنج او اسسمنت وبطلع فايندنجز. لا، انا بحاول ان انا اخليها في كل المراحل، بدايه من كتابه الكود او البري اللي هو البري كومنت، لاختلاف مراحل الكومنت والبيلدينج والريليس وكل المراحل. بحاول ان انا اخلي السكيورتي جزء منها. هنشوف دلوقتي تقسيمتها برضو في السلايد الجاي، نشوف بالظبط تقسيمتها بتمشي ازاي. طيب اوتوميشن السكيورتي تشيكس ده برضو من اهم الكونسبتس اللي موجوده عند الديف اوبس المطلوب منه. دي كاننا بنتكلم على الجوب ديسكريبشن كده بتاع الديف سيك اوبس. يبقى اول حاجه شيفت سكيورتي ليفت، يعني كانك انت بتروح تتعرف على حد مثلا ديف اوبس، او والله تقول له اسمك ايه، يقول لك شيفت ليفت، اللي هو اول حاجه لازم يكون كان دي البطاقه بتاعته. دي اول حاجه. رقم اتنين اوتوميشن. الديف اوبس لا تتخلى ابدا او اطلاقا عن الاوتوميشن بشكل كبير جدا. هو دايما بيحاول يوتوميت ريبيتيتيف تاسكس.
بمعنى ان انت مثلا انت كنت بتاخد والله كل مره بتاخد الابلكيشن بتاعك بيكون اب راننج، بتاخده تعمل عليه سكان مثلا ببيرب سويت او بزاب واسب زاب فور اكزامبل. طيب انا ليه اخلي كل يوم يعني بتاخد جزء من وقتك عشان تعمل فيها حاجه ما فيهاش شغل بدماغك، يعني مجرد ان انت هتاخد اليو ار ال وتحطه مثلا في السكانر وترن عليه السكانر ده حاجه ريبيتيتيف. فاحنا عايزين نخلي الموضوع ده بشكل ما يعني اوتوميتد عشان نوفر بقى الوقت لحاجات اكتر انتو لوجيكال اكتر. فهنا بتيجي مرحله الاوتوميشن. دي تاني جوب ريكوايرمنت بالنسبه للديف سيك اوبس، او تاني كونسبت مهم جدا. طبعا من الكونسبتس مهمه جدا ازاي ان هو يلاقي الفايندنجز قبل ما هي توصل للبرودكشن. دي برضو زي ما قلنا مهم جدا ان احنا نكنترول البايب لاينز بتاعتنا ونكنترول السكيورتي تشيكس اللي هتحصل فيها. وبالاضافه ان احنا اول ما نعمل الكلام ده، اول ما نحط السكيورتي تشيكس، طبيعي هنبدا نلاقي فولنربيلتيز على مستوى او على مختلف المستويات بتاعه السوفت وير. فوانس ان انت عملت القصه دي هتلاقي ان انت قادر تريديوس الفولنربيلتيز اللي كانت بتطلع في الاخر في البرودكشن. وبرده جزء كبير جدا له علاقه بالبالانس بين السبيد والسكيورتي، ان انت بتنيبل الرابid ريليس من غير ما يبقى عندي كومبرومايز للبرودكشن. يعني انا اقدر من الاخر ان انا اقدر اطلع بسرعه. برضه جزء كبير في الموضوع ان انت يعني دايما في فاكتور كده بيقيسوا عليه الجزء بتاع السوفت وير ديفلوبمنت في مختلف الانتربرايزز، ليه علاقه بانت يعني ايه الوقت اللي بتاخده عشان تقدر تطلع بفيتشر تو لايف. يعني هل انت بتقعد شهر تكتب مثلا يوزر ستوري او بتكتب فيتشر، ولا بتقعد يوم، ولا بتقعد يومين؟ يعني هو دايما انت محصور بين حاجتين، بين السكيورتي تشيكس، بين الكواليتي تيستنج اللي المفروض تعمله، وبين التايم تو ماركت، او ان انت محتاج تطلع بسرعه كبيره جدا بالفيتشر. فبتحاول تبالانس دايما بين الاثنين ببعض. الاثنين اعداء لبعض دايما. السكيورتي عدو للوقت. انا عايز اخد وقتي، لو حد فيكم بيجرب يعمل بنتريشن تيستنج، انا عايز اجرب كل الاتاكس، عايز اجرب الانجكشنز، عايز اجرب الاكسس كنترول وات ايفر. فهتلاقي ان الوقت بيروح منك. فانت دايما محتاج وقت. فدايما السبيد بتكون ضد السكيورتي. فهو البالانس بقى ده يحصل ازاي؟ طبعا دي مسؤوليه الديف اوبس، ان هو بيحاول يطلع باسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت اكثر امانا يعني. وبرده في كونسبت من الكونسبتس المهمه مش مكتوب هنا، ليه علاقه برده بالريميديشن. يعني وانس ان انا الاقي فولنربيلتي، ازاي هقدر اعمل لها عمليه الريميديشن بسرعه. دي جزء من برضه الجوب ريسبونسبيلتي بتاعت الديف سيك اوبس. طيب خلينا ناخد الورك فلو، او نبدا نتكلم عن الورك فلو بتاع الديف سيك اوبس عامه بيمشي ازاي. الورك فلو بتاع الديف اوبس او ديف سيك اوبس بيكون متقسم على حسب المراحل بتاعه الديفلوبمنت. فانا عندي في الديفلوبمنت 5 مراحل اساسيه. بتبدا بمرحله البري كوميت. بري كوميت او اي حاجه انا بعملها قبل ما ادوس على، او قبل ما اعمل الامر بتاع الكوميت، اللي هو الامر الجيت المشهور جدا. برضو اللي ما يعرفوش ده الامر المسؤول عن ان انا اميرج او احط الكود اللي بكتبه لوكال. ليتس سي ان انت مثلا انت ديفلوبر مسؤول ان انت تكتب فيتشر معينه، بتعمل لوجن فور اكزامبل، او بتصلح حاجه معينه في عمليه اللوجن. وفي اوريدي ماستر برانش ده اللي كل الناس شغاله عليه، فانت بتكون واخد زي برانش كده على جنب بتكتب فيه الكود بتاعك. وانس ان انت خلصت عايز تبدا تعمل كوميت للماستر برانش ده. طيب فمرحله البري كوميت قبل ما ادوس على امر الكوميت، ده اللي احنا بنعمله في الاول خالص. بنعمل مثلا بري كوميت هوكس او سيكريت سكاننج. يعني شويه سكريبتس ممكن اكون بعملها عشان تلاقي مثلا ليتس سي ان انا غلطت وحطيت اي بي اي كي فور اكزامبل، او حطيت اي نوع من انواع الانكريبشن كيز. دي بتبدا تدور على حاجات معينه، كومن ميستيكس بتحصل عن طريق الديفلوبرز، وتلاقيها تبدا تنبهك ليها قبل ما تعمل كوميت للكود بتاعك. يبقى بري كوميت هوكس او السيكريت سكاننج الاثنين هي زي سكريبتس بترن على مستوى الديفلوبر، على مستوى الاي دي اي بتاع الديفلوبر. وتبدا توجهه ناحيه الاخطاء دي لو لقيت ان هي موجوده باي شكل من الاشكال. طيب برضو في ايه برضو بيحصل في مرحله البري كوميت حاجه. اغلب السكيور سوفت وير او الساس سولوشنز بيكون عندها اي دي اي بلجنز برضو بتكون موجوده عند الديفلوبر. بتبدا ان انت برضو تعمل عمليه سكاننج للكود وتقول لك لو في اي مشاكل موجوده. وحاليا بقى في برضو
يعني مع الاي اي بقى معظم الاي اي سولوشنز عندها بلجنز برضو موجوده عند الاي دي اي، وبتبدا تقول لك برضو بتستعمل الاي اي عشان تقول لك لو في اي نوع من انواع الثغرات موجوده في الكود بتاعك. أم، برضو من الحاجات المهمه زي ما قلنا السكيور كود جايد لاين، ان انا عندي بحاول ان انا اشوف ايه الجايد لاين الموجود في المؤسسه اللي انا شغال عليها. بحاول ان انا طبعا لو انت سكيورتي انجينير انت بتحاول انت تعمل جايد لاين بنفسك، تدور عليه وتشوف ايه الكومن ميستيكس اللي بتحصل وايه البراكتس اللي المفروض يتعمل. في كل الاحوال ده بيكون في مرحله البري كوميت، الديفلوبر بيبدا يراجع الجايد لاين ده ويحاول يشوف هل انا شغال على اساسه ولا لا. طيب ايه الحاجات المهمه اللي بتحصل في المرحله دي؟ مرحله الثريت موديلنج. احنا هنتطرق للثريت موديلنج ان شاء الله في الاخر بالتفصيل، بس هو حاجه بقت مطلوبه بشكل كبير جدا دلوقتي في الماركت. عشان تفهم ازاي ايه الثريت موديل وازاي اعمله هنوصل له بالتفصيل، بس هو عامه لما بيتعمل بيكون في مرحله اللي هي لها علاقه بالبري كوميت. طيب انا خلاص عملت كوميت دلوقتي، خلاص وديت الكود بتاعي ليتس سي على مرحله السي اي او مرحله الانتجريشن او مرحله البيلدينج. هبدا ان انا ارن شويه تولز على البايب لاين. في الحاله دي عندي مثلا من اشهر التولز عندي حاجه اسمها Static Application Security Testing SAST. ده مهم قوي لان ده بيراجع الكود من ناحيه، بيعمل زي عمليه اوتوميتد كود ريفيو، وبيطلع لك لو عندك ثغرات معينه في الكود هو شايفها. طبعا بيكون احيانا في فولس بوزيتيف بشكل كبير، بس انت برضو كنوع من انواع الابلكيشن سكيورتي ريسبونسبيلتي ان انت بتعمل تيوننج للساس سولوشن بتاعك، بتعمل تيوننج للرولز عشان تخلي الفولس بوزيتيف دي ريديوزد على قد ما تقدر. بمعنى ان انت لو في رولز معينه بتحاول تظبطها، تحاول تطفيها، تحاول هتشغل ايه او تطفي ايه. لا انا عندي مثلا هو بيطلع لي دايما الثغره دي بس هي بروتكتد بشكل بفانكشن معين هو مش شايفه، فانا ببدا ان انا اعرفه عليها. دي مرحله التيوننج دايما اللي بتحصل بالنسبه للساس سولوشن. برضو عندي حاجه اسمها اس سي اي او سوفت وير كومبوزيشن اناليسيس. الاس سي اي دايما بيبص على ايه الديبندنسز او الثيرد بارتي اللي انا مستخدمها. يعني ده مينلي بيحاول يحميني من السبلاي تشين اتاكس اللي ممكن تكون بتحصل على السوفت وير بتاعي. لان انت ممكن تكون مستخدم، انت كاتب الكود 10 على 10 ما عندكش اي مشكله، بس انت مستخدم مثلا لايبرري، اللايبرري دي فولنربل بشكل معين. هتلاقي ان انت والله الابلكيشن بتاعك اخترق عن طريق الثيرد بارتي لايبرري او الديبندنسي اللي انت مستخدمها. طيب انا هعرف منين الكلام ده؟ انا بيكون عندي حاجه اسمها اس بوم او سوفت وير بيل اوف ماتيريالز. الاس بوم دي بيتعمل لها دايما سكاننج عن طريق الاس اي سوليوشن، وبتقول لك لو انت عندك اي نوع من انواع الثغرات المتعلقه بالثيرد بارتي ريبوزيتوريز او ثيرد بارتي لايبريز انت مستخدمها. من اشهر التولز يعني الاوبن سورس في القصه دي حاجه اسمها واسب ديبندنس تشيكر، وفي تول برضه اسمها تريفي. الاثنين دول هايلين جدا، يعني عامه ساينز كان بتنصح بيهم في اجزاء كبيره من الكورسز بتاعتها. وفي حاجات كوميرشال طبعا موجوده اوريدي، الناس بتستخدمها يعني، بس اغلب الحاجات اللي احنا هتبقى موجوده في السلايدز هتكون اوبن سورس عشان اي حد عايز ينزلها عنده ويجربها يعني. طيب ايه تاني بنعمله في مرحله الكوميت؟ لو احنا بنتكلم بقى على حاجه كلاود نيتف او حاجه بستخدم فيها كونتينرز او حاجه بستخدم فيها انفراستراكشر از كود. يعني ايه انفراستراكشر از كود؟ بمعنى ان انت في احيانا ممكن تبقى انت مثلا بتكتب كود تيرافورم خلاص عشان تستخدم حاجه زي تيرافورم، او بتخلي مرحله البروفيجننج بتاعك بتحصل عن طريق كود. يعني دي تكنولوجيا مختلفه شويه او ممكن نتكلم عليها عامه بشكل عام بشكل ميتيور اكتر. بس احيانا الديف اوبس بيكون مش بس ان انا بخلي فيرتشوال ماشينز تقوم وهكذا، لا انا بعمل حاجه اسمها كلاود نيتف، وابدا احول كل السكريبتس بتاعتي انتو كود. فبتلاقي ان الانفراستراكشر بتاعك كلها مترجمه ناحيه كود. بمعنى ان انا لو عايز اعمل فيرتشوال ماشين هتقوم مثلا، هكون كاتب لها سكريبت معين. السكريبت ده اول ما هيقوم الفيرتشوال ماشين دي، ففي الاخر السكريبت اللي ران الفيرتشوال ماشين ده عباره عن كود. طيب الانفراستراكشر از كود سكيورتي، التولز دي بتتشك على السكريبتس بتاعتي اللي مكتوبه في الديف اوبس عشان تعمل كرييشن لمختلف انواع الاسيتس اللي موجوده جوه البايب لاينز. برضو من ضمن الفيز المهمه جدا في مرحله الكوميت هي الكونتينر سكيورتي. لو انا الابلكيشن بتاعي هيرن على كونتينر فانا هبدا اديبلوي او بيلد على كونتينر. ففي حاجات زي تريفيو انكر ودوكر سكان بتبدا ان هي تسكان الكونتينر بتاعي وتقول لي لو في اي نوع من الثغرات موجوده على الدوكر او موجوده على الكونتينر بتاعي.
طيب المرحله الثالثه اللي هي مرحله الاكسبتنس، او also known as مرحله التستنج، يعني ان انت ساعتها خلاص بتكون عملت بيلد وبتكون عايز دلوقتي تعمل زي ديبلويمنت خلاص على let's say staging phase. الستaging هو مرحله ما قبل البرودكشن، هي مرحله مشابهه للبرودكشن بشكل كبير، بس هي مش البرودكشن سيرفرز. بجرب فيها ريليس. طيب انا الريليس دلوقتي قايمه، let's say ان انا ببني ويب ابلكيشن، فانا عندي دلوقتي يو ار ال وبورت اب اند راننج وابلكيشن اب اند راننج على staging environment. خلاص ساعتها ممكن نستخدم تو تولز او تو سولوشنز مشهورين جدا، اللي هم الداست والاياست. الداست احنا ممكن نبقى اغلبنا اتعاملنا مع تكنولوجيز ليها علاقه بيه، زي بيرب سويت، بورت سويجر بيرب سويت فور اكزامبل، هو نوع من انواع الداست باي ذا واي. في حاجات تانية زي كيونيتكس، زي نت سباركر، زي حاجات كتير جدا كوميرشال بقى، او حاجات بتشتريها بفلوس ممكن تبقى بتدي ريزلتس احسن يعني، او تنفع اكتر في الانتربرايزز. طيب الداست في الاخر هو بيبص على يو ار ال، يعني بيبص على الصوره من بره وبيطلع لك لو في فايندنجز، لا اس كيو انجكشن، لا كروس سايت سكريبتنج، وات ايفر، على يو ار ال. طيب الاياست هو كونسبت يعتبر جديد شويه، يعني التولز او الكوميرشال برودكتس اللي موجوده فيه مش كتير قوي، بس هو بشكل عام هو بيعمل زي ميكستشر بين الداست والساست. يعني هو بيكون بيبص على اليو ار ال وعلى البورت زي الداست، بس في نفس الوقت بيكون ليه ايجنت موجود على السيرفر. وانس ان الابلكيشن بتاعك بيرن، بيبدا ان هو يمونيتور الترافيك اللي بيحصل، او بيمونيتور المسجنج اللي بيحصل بين الابلكيشن بتاعك والديفرنت كومبوننتس اللي موجوده في الاركتكتشر بتاعك. ليتس سي مثلا الابلكيشن بتاعك بيكلم اف تي بي سيرفر، بيكلم داتابيس سيرفر، بيكلم اي كومبوننت حواليه، هو بيبدا يمونيتور كل الكولز دي. وبرضه في نفس الوقت هو بيشوف ايه الكود بالظبط اللي بيتعمل له كولينج وقت الاتاك اللي هو بيعمله على اليو ار ال. ففي الاخر بيديك نتائج فولس بوزيتيف فيها قليله، بيقول لك بالظبط المشكله فين في الكود محتاجه تتصلح، فيعني بيديك انسايتس اكتر بكتير من اللي بيديها لك كمان الداست والساس. طيب مشكلته فين؟ مشكلته عنده شويه برضه نيجاتيفز، ان هو بيحتاج دايما عايز عشان يشتغل محتاج ان انت يتعمل عليه مانيوال سيرفنج، يعني محتاج كأن حد بيفتح الابلكيشن وبيبدا ان هو يمشي في الابلكيشن ده بشكل عام كانه بيعملوا براوزنج مثلا، فزي ما بيحتاج شويه مانيوال ايفورت، بيحتاج وقت طويل، بيبطئ الابلكيشن شويه. فهو يعني برضه ما بيتحطش بايب لاينز قوي على قد ما هو بيتحط في التستنج بايب لاين، بس الوقت اللي انت بتعمله تيستنج غالبا ده اللي بيتعمل فيه الايست. طيب خلاص خلصنا اكسبتنس، رايحين على برودكشن. في شويه بقى حاجات بنبص عليها، مين دي الحاجات دي كلها لها علاقه دايما بالبوليسي انفورسمنت. في حاجه اسمها اوبن بوليسي ايجنت، دي بتبص عامه على الايه الكومبلاينس اللي بيحصل مع ليتس سي انت دلوقتي على اي دبليو اس، او انت على ايجر او وات ايفر. فبيبدا ان هو يرن زي سكريبتس كده تتاكد ان انت كومبلاينت مع الفريم وركس، او كومبلاينت مع الكلاود اللي انت موجود عليها حاليا. برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل في المرحله بتاعه البرودكشن هي الراسب. احيانا بنكون حاطين حاجه اسمها ران تايم ابلكيشن سيلف بروتكشن، دي برضو ممكن تقروا عنها بعد السيشن. بس ده بيكون زي شيلد كده موجود جوه الابلكيشن، بيبدا ان هو يعمل بروتكشن من شويه اتاكس ممكن تكون بتحصل على الابلكيشن ده. طيب مرحله الاوبريشنز بقى، خلاص انا الابلكيشن بتاعي اب راننج وشغال والدنيا تمام. طب انا كده خلصت البايب لاين؟ لا، ما خلصتش. انت هتفضل تتعرض لاتاكس، هيفضل يجي لك مشاكل، هيحصل عليك فرود كيسز. طب انت هتعرف منين او هتعمل اناليسيز ازاي للاتاكس دي اللي هي هتفضل بتحصل عليك؟ وده جزء من البايب لاين. هيبقى عندي بقى تولز ليها علاقه بالمونيتورنج، او ليها علاقه بالثريت ديتكشن، او ليها علاقه بالايفنت مانجمنت زي السيم سولوشنز، لو سمعتوا عنها يعني قبل كده، زي سبلانك فور اكزامبل. لازم اكون باخد اللوجز بشكل بروبر وكويس، لازم اكون باخد لوجز من اللوجينج، باخد من الفانكشنز المهمه، محتفظ باللوجز دي كلها فتره كبيره. لازم يكون عندي ثريت انتليجنس، عمليه ثريت انتليجنس بتحصل عشان اعرف لو في مثلا اي ليكس حصلت للابلكيشن بتاعي، اقدر انها توصلني واقدر انها اتعامل معاها. لان احنا عند المرحله بتاعت البرودكشن احنا مش بنقول ان انت فور 100% سكيور، انت عمرك ما هتكون 100% سكيور، بس ازاي ان انت تتعامل مع اي فايندنج او vulnerability هتظهر عندك. ده جزء كبير جدا له علاقه، ده علم السكيورتي نفسه، ازاي ان انا بتعامل مع الفايندنجز في اي مرحله من المراحل اللي هي بتظهر فيها. طيب
احنا كده يعتبر خلصنا جزء الديف سيك اوبس. هناخد شويه كونسبت ليها علاقه برضو بفكره السكيور باي ديزاين، او ان انا ازاي بعمل ديزاين سكيور باي ديفولت. انا دلوقتي هفكر كاركتكت ليتس سي، فانا عايز اطلع سوفت وير جديد. دي شويه مبادئ مهمه جدا، هنبدا نتعلمها ونبدا نمشي فيها واحده واحده، ونشوف ازاي ممكن نعمل القصه دي. طيب، ليه بشكل عام السكيور باي ديزاين ده نجلكتد؟ او اللي يقول لك لا يا عم انت مش لازم تعمل، مش لازم نقعد نفكر كل ده في السكيورتي بتاعت السوفت وير، او نقضي كل الوقت ده عشان نعمل كده. لان غالبا الناس بتبقى عايز تطلع بالسوفت وير بتاعها بسرعه، خلاص. مش كل الديفلوبرز عندهم اويرنس بالسكيورتي، عندهم خطأ يعني، افكار ليه السكيورتي ممكن تكون مهمه، في ليه السكيورتي ديزاين ممكن يكون مهم بالنسبه لهم. دايما الناس بتركز اكتر على الفانكشناليتي اوفر السكيورتي، ان انا عايز اطلع بالفانكشن الفلانيه اللي تعمل 1 2 3 4. طيب انت ايه اللي هيحصل لو الفانكشن دي حصل عليها اي نوع من الهاكينج، او حصل عليها اكسبلويتنج لفايندنج معينه موجوده فيها؟ ممكن يبقى تكلفه الفايندنج اللي هتطلع دي اكبر بكتير جدا من المكسب اللي كان هيعود عليك لو انت طلعت بالفانكشن نفسها. طيب، واحد من المبادئ الهامة أو الأساسية بالنسبة لعملية السكيور ديزاين هو اسمه least privilege principle. least privilege معنى أقل صلاحية، أو أقل صلاحيات. طيب بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا دايما لما أجي أعمل سوفت وير، او عايز اخلي اي رول معينه او فانكشن معينه تحصل، بحاول ان انا اخلي ان هي تحصل باقل صلاحيات ممكنه. يعني انت عايز مثلا let's say تانيبل سيرفيس معينه على السيرفر بتاعك، مش هخليها تحصل بروت يوزر، لا هعمل مثلا يوزر معين ليه صلاحيه معينه بس ان هو ينيبل السيرفيس دي. ليه؟ لان انت دايما بتحط في دماغك الكونسيبت بتاع ان ممكن يحصل هاكينج فور اكزامبل على السيرفيس دي، واليوزر ده جوت مثلا اكسبلويتد، او ان هو حد عرف يوصل لليوزر الصلاحيات بتاعته. فلو وصل له خلاص هيبقى قادر بس ان هو يتحكم في السيرفيس نفسها، مش قادر ان هو يتحكم في السيرفر كله. دي نفس الفكره كاكزامبل هنا، ان الابلكيشن مش بيران بادمن بريفليج مثلا، او ان انا يبقى عندي ديفرنت يوزر رولز، مدي لكل يوزر الرول بتاعه مش اكتر. نفس الفكره بتاعت الداتابيز، ان انا لو بران كويريز على الداتابيز، بران كويري بيوزر معين او برول معين ليه اكسس محدد على تيبل معين مثلا، هو اللي ليه اكسس عليه، مش ملوش اكسس على كل التيبلز. فهي دي فكره الليست بريفليج. برضو من المبادئ المهمه جدا 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 في السكيورتي باي ديزاين هو الديفنس ان ديبس. بمعنى ان انا دايما انا مش بعتمد على نوع معين من انواع السكيورتي في السوفت وير بتاعي. يعني ليتس سي ان انت عامل مثلا اوثنتيكيشن، خلاص، هل انا هعتمد الاوثنتيكيشن بس عشان يحمي اليوزر اكونتس بتاعتي؟ لا، انا عندي مثلا ممكن يبقى عندي ويب ابلكيشن فاير وول، بوقف عليه مثلا اوتوميشن اتاكس اللي ممكن تكون بتحصل. ممكن يكون حاطط جوجل ريكابتشا مثلا عشان برضو تحاول تقلل من الاوتوميشن اتاكس ان كيس الواف حصل له باي باس سام هاو. ممكن يكون حاطط اي بي اس او اي تي اس سولوشنز، ممكن يعملوا ديتكشن للاتاكس اللي ممكن تحصل عليا. طب ليتس سي ان حد دخل او قدر ان هو يوصل. طيب ما انا ممكن اكون عامل اند بوينت مونيتورنج عشان لو حد دخل باليوزر ده في الاخر انا قادر ان انا اعمل مونيتورنج واعمل مثلا يوز كيس على السيم سولوشن بتاعي. هيقدر ان اليوز كيس دي وانس ان اليوزر ده مثلا ليتس سي حصل على يوزر هاكينج مثلا، دي من اليوز كيس مشهوره جدا في السيم سولوشنز او في السوك. واللي دخل بالاكونت بتاعه دخل من بلد تانية. ففي يوز كيس مشهوره جدا بتاعت اللي هي الجيو لوكيشن بتاعت السوك، اللي هو بيقول لك لو مثلا اتنين من بلدين مختلفين دخلوا على نفس اليوزر هيفاير اليرت. طيب ما هو ده نوع من انواع الديفنس ان ديبس، ان انت خلاص انا عندي مرحله ما انا بفترض دايما الاسوأ. بفترض ان نوع الكنترول اللي انا حاطه حصل له بريكنج. طب لو ده حصل له بريكنج ايه اللي هيواجهه بعديها؟ طب لو هو وصل للداتابيز فور اكزامبل، هل انا عامل انكريبشن على الداتابيز؟ ماشي. نفس الفكره مثلا بتاعت هنا بنتكلم على فكره الانكريبشن بتاع الداتا في الترانزيت والريست، ان هو انا عامل انكريبشن، عامل تي ال اس مثلا وحاجات تمنع الماند من الاتاك، بحيث ان الترافيك نفسه يكون انكريبتد. طيب وات اف ان الهاكر وصل للداتابيز، وصل للتيبلز بتاعتها، لو انا محتفظ مثلا بالباسوردز كلير تكست، هو هيروح ياخد الاكونتس كلها في ثانيه واحده
وكل الاكونتس اللي عندي جوت كومبرومايز. طب انا لازم اكون مثلا عامل انكريبشن او هاشنج بشكل معين بحيث اللي هيوصل للداتابيس تيبلز هو مش هيقدر ان هو يعمل لها بريك. يعني احنا شفنا كتير جدا بيحصل بريتشز في سوليوشنز معروفه، ايفن حتى له علاقه بالاوثنتيكيشن او مالتي فاكتور اوثنتيكيشن. بس في نفس الوقت حتى لو حصل بريتش هم ما بيحصلش فول بريتش، مش كل الشركه بتجود كومبرومايزد. ليه؟ لان انت ممكن يكون حصل بريتش في جزء معين، ودايما احنا متوقعين ان يحصل اتاكس وتنجح. بس ايه اللي بعد كده؟ زي ما قلنا لازم يكون عامل ديفنس ان دبس، لازم يكون مأمن بقيه المراحل كويس جدا، عشان لو واحده منهم فيلت الباقي هيكون مظبوط وواقف يعني على حيله. والجزء الثاني ان انا عندي المونيتورنج اللي يقدر يخليني ابقى عارف ايه اللي حصل بالظبط وحصل فين. طيب برضو من ضمن الكونسبتس المهم هو السكيور ديفولتس او الفيل سيف ديزاين. طيب سكيور ديفولت بمعنى ان انت الديفولت بتاع ليتس سي ان انت دلوقتي بنعمل اي بي اي، الديفولت بتاع الاي بي اي بتاعك يكون اصلا سكيورد، بمعنى ان انا اخلي باي ديفولت اللي مثلا ليتس سي الديفولت اي بي اي اللي هي مش بيوصل لها اي يوزرز. مثلا ليتس سي انت الاي بي اي دي انا بديها يوزر نيم بترجع لي الانفورميشن بتاعت اليوزرز دي. من ضمن الاتاكس او من ضمن الفايندنجز اللي انا طلعتها في احد المواقع يعني ما بعمل عليه بين تيستنج، ان انا لقيت ان انا مثلا ليتس سي ان انت بتبعت انبوت في اليوزر نيم للاي بي اي، والاي بي اي ريسبونس بيرجع لك الداتا بتاعت اليوزر ده. طيب لو شلنا الانبوت ده خالص، يعني لو شلت مثلا البارامتر نفسه بتاع اليوزر، هتلاقي ان هي بترجع لك كل اليوزرز مثلا فور اكزامبل. فده مخلي باي ديفولت هي العكس بقى، مش سكيور، هي انسكيور باي ديفولت. فانت هنا لازم تخلي باي ديفولت اللي هو لو ما جالكش اي انبوت خالص او ما جالكش اي يوزر خالص او وات ايفر، انت بتخلي ان المعلومات اللي جايه ريستريكتد او بتخلي الريسبونس اللي راجع يكون ريستريكتد. طيب ايه فكره الفيل سيف؟ تعال نتخيل مع بعض زي خزنه مثلا، الخزنه دي ليها لوك. طيب اللوك ده لو باظ في اي حال من الاحوال، هل الخزنه هتبقى مفتوحه ولا هتبقى مقفوله؟ تمام. فيل سيف معناها ان انا لو حصل فيلير في النظام الحمايه اللي انا عامله، هل الفيلير ده يخليها لوجد ولا يخليها ان لوجد؟ طيب هنا فيل سيف معناه ان لو حصل فيلير في اي حال من الاحوال في مثلا نظام الاوثنتيكيشن اللي انا عامله، مش هيفتح على البحر، مش هخش الاقي الابلكيشن مثلا بيرن بالادمن بريفليج، مش هيدخلني على الادمن بانل مثلا. يعني هل في يوز كيس مثلا معموله والله انت اليوزر لو حصل له فيلير او حصل ان هو ما عرفتش مثلا تتواصل مع الداتابيز، او ما عرفتش تعمل اوثنتيكيشن لليوزر باي حال من الاحوال، ما ترجعش الادمن بانل مثلا، ما ترجعش اليوزر اكونت، لا انت لازم تبقى ديناي باي ديفولت. فهي دي فكره الفيل سيف. طيب برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انت ممكن تفكر فيها كسكيور ديزاين، هي حاجه اسمها الاوبن ديزاين. بمعنى ايه؟ او خلينا نقولها بالبلدي برضو، ما تخترعش الذره. يعني انت دلوقتي عايز تعمل انكريبشن خلاص، او عايز تعمل هاشنج، ما تروحش يعني تحاول تخترع هاشنج الجوريزم. يعني انت اكيد مش هتبقى اقوى من الناس اللي طبقت ليالي طويله جدا عشان تعمل هاشنج الجوريزم خلاص، او اللي هو الالجوريزم اللي موجود بقاله مثلا عشرات السنين والناس بتحاول تعمل له هاكينج وكل شويه بيتعمل له ابجريد. فانا اكيد لو انا رحت اخترعت حاجه اكيد مش هتبقى في نفس القوه، اكيد اضعف بكتير جدا. فلا ما تروحش تخترع الذره. انت ممكن نستخدم الحاجات اللي اوريدي موجوده ومشهوره، الاوبن سورس انكريبشن ليتس سي الايس الار اس اي او بيكريبت مثلا. فور اكزامبل لو بنتكلم على الهاشنج ولا على الانكريبشن، الحاجات دي بستخدم من الاخر، روح تستخدم الحاجات الويل تيستد خلاص. مش هفضل اروح اجيب حاجه اعمل لها تيستنج. كل ما تقدر تحاول تريلاي على تولز او على الجوريزم او ميكانيزم قويه ويل تيستد اوريدي، انت بتحاول تقلل الاتاك سيرفيس بتاعك. كويس، احنا جينا عند النقطه دي اللي هي مينيمايز الاتاك سيرفيس. بقدر الامكان حاول تقلل الاتاك سيرفيس بتاعك. يعني ايه تقلل الاتاك سيرفيس؟ يعني تقلل الاند بوينتس اللي موجوده عندك. لو عندك اند بوينتس نوت يوزد ما تخليهاش موجوده. لو عندك مثلا سواجر فايل مش مطلوب يكون موجود، يعني في بعض الاحيان مثلا او الاوبن اي بي اي او السواجر فايل بيكون متاح في بعض البرودكتس عشان مثلا برودكتس تعرف تتكلم معاه، فهنا بيكون مطلوب ان انت تخلي السواجر فايل اوبن او متاح او الاود.
طب انت الحلقه دي مش عندك مثلا، طب انا ليه اخلي السواجر فايل اوبن؟ ليه اخلي فيه اتاك فيكتور زياده؟ فدايما بنحاول نمينيمايز الاتاك فيكتور بتاعنا. زي الادمن بيج، ليتس سي ان انت الادمن بيج مثلا آه، مش مطلوب، او مثلا في ناس معينه هتدخل عليها. طيب انا ليه اخليها مفتوحه للكل؟ طب ممكن اعمل مثلا اي بي ويت ليستنج، اخلي الناس اللي بتخش من اي بيس معينه، او اخلي الناس بتخش على مثلا جامب ستيشن، ومن الجامب ستيشن دي تخش على الادمن بانل. فهنا بقى مينيمايز الاتاك سيرفيس. انا هنا خليت مثلا الادمن بانل دي مش اكسبوز تو انترنت دايما، لان مش دايما بيحصل عليها سكاننج، ومش ده، لان انت هنا بتحاول تقلل الاخطار اللي ممكن تحصل. برضو من ضمن الحاجات اللي هي اللي علاقه بالديباجنج فيتشر، سواء على الموبايل او على الويب، بحاول ان انا الغي موديل الديباجنج بكل حال من الاحوال، بحيث ان برضو احيانا بيطلع شويه اسرار، او بيطلع شويه معلومات عن الانفراستراكشر، او عن التكنولوجي ستاك اللي انت مستخدمه. برضو من ضمن الكونسبتس، من ضمن اهم الكونسبتس اللي ليها علاقه بالسكيور باي ديزاين، هو السكيور انبوت هاندلنج او الداتا فاليديشن. اعتقد ان ده اهم واحد، اللي هو بيقول لك باختصار never trust a user input. never trust a user input. دايما بتعمل validation على اليوزر انبوت بتاعك، وبتتاكد ان هو معمول عليه sanitization، وبتتاكد ان هو بيميت الريكويرمنتس بتاعتك بالظبط قبل ما تبدا ان انت تدخله للكود، وقبل ما تبدا تمرره للسيرفر سايد، او المراحل اللي هتحصل ورك فلو بتاعك. لازم تتاكد ان هو سانيتايزد، ولازم يتعمل عليه فاليديشن على مستوى كلاينت سايد الاول، ومستوى سيرفر سايد بعد ده. تتاكد ان هو بالظبط بيماتش الحاجات اللي انت محتاجها. وممكن يكون سانيتايزد، يعني انت هتشيل منه مثلا ماليشيس كاركترز او وات ايفر اللي ممكن تكون هارمفول بالنسبه لك، مثلا في الانجكشنز او وات ايفر. من ضمن برضو الحاجات زي السانيتايزيشن، ممكن له علاقه بالفايل ابلودز. فور اكزامبل، انا بتاكد ان الفايل مثلا بتشيك على الاكستنشن بتاعه، بتشيك على الداتا تايب او على الميم تايب بتاعه، بتشيك على السايز بتاعه عامل ازاي. بتبدا تحط التشيكس اللي ممكن انت دايما بتفكر كاتاكر او بتفكر كهاكر، ايه الاتاكس اللي ممكن تعملها في الابلود، ومقابل كده بتحط تشيكس الناحيه الثانيه عشان تبدا تسكيور الفايل ابلود فانكشن بتاعتك. طب من ضمن اشهر البريفنشنز الموجوده للاس كيو انجكشن، هي حاجه اسمها بريبيرد ستيتمنت او البارامترايزد كويري. دي هناخد عليها زي ديمو كده في السلايد اللي بعد دي. طيب هنا هناخد مثلا vulnerable كود اوريدي، بايثون كود في vulnerable query. هنا الكويري دي vulnerable للاس كيو انجكشن اتاك زي ما هو واضح. ليه هو vulnerable للاس كيو انجكشن اتاك؟ لان هو بمنتهى البساطه هياخد انبوت من اليوزر، وهيبدا ان هو يحطه دايركت في الكويري. طب ايه مشكله ده؟ برضو للناس اللي ما تعرفش، انا عارف ان في ناس كتير مهتمه بالبن تيستنج، بس بشكل عام ايه مشكله ان انت تاخد يوزر انبوت دايركت؟ ان انت في اليوزر انبوت اللي هو موجود في الكويري، اللي هي في السطر السابع، هيبدا ان هو والله اليوزر ده لو دخل لك لو كتب اس كيو ال كويري ودخلها كيوزر انبوت، هيبدا ان هو يتحكم في الكويري اللي رايحه للداتابيز. طيب لو عمل كده، هو يقدر بمنتهى البساطه ان هو يبدا بقى يشوف ادمن بريفليج، يشوف اليوزرز كلها، يتحكم في التيبلز، او يفيو التيبلز، او ايفن ممكن حتى يمسح الداتابيس كلها. طيب ايه الحل بتاعها؟ هو زي ما احنا قلنا parameterized query او prepared statement. ان انا هستخدم البارامترايزد كويري هنا في البايثون، اللي هي بتفصل اليوزر انبوت عن الكويري، فبتخلي الاثنين مفصولين عن بعض. فهو مهما دخل كود، الكود ده في الاخر هيبقى بالنسبه للكويري او بالنسبه للسيرفر سايد هو عباره عن بارامتر، كانك بتدخله مثلا 1 2 3 4، ودخلت له مثلا ليتس سي كويري. هيبص للكويري دي كانها ايه؟ هيشوفها يسال نفسه والله هو ده رقم مثلا، ده 4، ده الاي دي ايكوال 4. هيلاقي لا ده مش اي دي ايكوال 4، فخلاص هينجلكت. فهنا فصل الاثنين عن بعض، وخلى الكويري نفسها تحصل بشكل سكيور بشكل كبير جدا، وهنا منع الاس كيو انجكشن بشكل كبير. طيب برضو من ضمن المناطق المهمه جدا تو بي بروتكتد هي الاوثنتيكيشن والاثورايزيشن. اوثنتيكيشن هو اي حاجه ليها علاقه باللوجن بريسيت باسورد، ليها علاقه بان اليوزر يقدر ان هو يبقى ليه ايدنتيتي معينه داخل بيها على الابلكيشن بتاعك، بيلوجن بايدنتيتي معينه.
والاوثرايزيشن يعني التشيكس اللي انت محتاج تعملها على اليوزر عشان تديله صلاحيات او عشان تخليه يشوف حاجات معينه في جوه الابلكيشن. فاكزامبلز على كده ان انا مثلا محتاج ان انا مثلا اشغل ام اف اي مالتي فاكتور اوثنتيكيشن دايما. ممكن احيانا كتير دلوقتي من ضمن يعني المودرن تكنيكس او المودرن ديزاين باترنز في السكيور ديزاين، هو بيقول لك والله انت مش لازم تعمل ستورنج، مش لازم تخلي اليوزر يعرف يكريت اكونت عندك، مش لازم تديله فكره الكريت اكونت، او حاول ان انت تمينيمايز الفكره دي. ليه ما تستخدمش حاجه زي او اوث او الاوبن اي دي كونكت؟ انه دي بنشوفها في ايه؟ بنشوفها في فكره مثلا اللي هو ليتس سي لوجن باي جوجل او ساين اب باي جوجل. انت والله كاني بدي المسؤوليه بتاعت اللوجن والاوثنتيكيشن كلها لجوجل، لاكس، لوات ايفر. هيحصل الاوثنتيكيشن عن طريقها، وهيرجع لي التوكن يقول لي فعلا اليوزر ده هو فلان الفلاني، بدل ما انا ابدا ان انا اتحمل مسؤوليه الاوثنتيكيشن عندي، او ابدا ان انا ستور كريدنشالز اليوزر دي عندي يعني. فدي برضو من ضمن البرنسبلز المهمه. طيب لو ما اعرفش حد حابب يسال في الجزء اللي فات ده ولا لا، بس عامه ممكن نخلي كويشنز في الاخر لو حد عنده اسئله. طيب ده هيبقى اخر جزء في الجزء التكنيكال يعني، وبعد كده هيبقى عندنا جزء نون تكنيكال له علاقه تاني بالجوبس والفيلد وهكذا. طيب هنتكلم على الثريت موديلنج، وهناخد ريل لاب او ريل ديمو على القصه دي. طيب الثريت موديلنج بمعنى ايه؟ الثريت موديلنج هو عمليه انا بعملها او بروسيس بعملها عشان اول حاجه اعرف اول حاجه بتعملها بتعرف الكومبوننتس بتاعتك، يعني بتقسم السوفت وير بتاعك into components. بشوف الباريرز الموجوده، بشوف الريليشنز between the different components. let's say عندي ابلكيشن، في ابلكيشن سيرفر، في براوزر، في مثلا داتابيس سيرفر، في ثيرد بارتي سيرفيس واخدها من جوجل، وات ايفر. بشوف كل الكومبوننتس او كل الكونكشنز اللي هتحصل في السوفت وير عندي، ايه اللي موجود عندي وايه اللي موجود بره. دايما فكره اس فيرسز ذم، ايه اللي موجود عندي ده انا اقدر اعمله بروتكشن، اللي موجود بره ده بعتمد فيه او بريلاي فيه على السكيورتي بتاعت الثيرد بارتي فور اكزامبل، او بعتمد على السكيورتي بتاع براوزر فور اكزامبل. بعمل كل ده ليه؟ عشان ابدا ان انا اتوقع او انتسيبيت السكيورتي ثريتس اللي ممكن تحصل، ابدا ان انا اشوف ايه الفولنربيلتيز اللي ممكن تحصل. لو هتسمعوا كلمه اللي ممكن بتحصل كتير جدا، لان انا هنا بتخيل ايه الثريتس او بحط هايبوثيسز او بحط فرضيه للثريتس اللي ممكن تحصل عندي في الابلكيشن، وابدا ان انا احط لها ميتيجيشنز من الاول خالص وانا بعمل ديزاين اصلا للسوفت وير. طيب ايه اشهر الفريم وركس اللي ممكن نعمل بيها ثريت موديلنج؟ عندنا حاجه اسمها سترايد، عندنا دريد، عندنا باستا، عندنا مايتر اتاك، عندنا ترايك. كل دي ثريت موديلنج فريم وركس. اشهرهم على الاطلاق طبعا سترايد فريم ورك، وده اللي احنا هنتكلم على اساسه النهارده. طيب سترايد فريم ورك، سترايد اختصار 6 كلمات او 6 كونسبتس مهم ان احنا نكون عارفينهم. عندي اول حاجه سترايد اللي هي الاس اللي هي سبوفنج، بمعنى ان يوزر يقدر ان هو يعمل عمليه امبرسونيشن، او يقدر ان هو يتشبه في ان هو يوزر اخر، يعني بقدر ان انا يعني اخلي نفسي الهويه بتاعت يوزر تاني. التامبرنج ان انا اقدر ان انا اعمل عمليه موديفيكيشن او تشينج الداتا بتاعت اللي موجوده على الويب سايت او بتاعت يوزر تاني مثلا فور اكزامبل. الريبيديشن او اللي هو الانكار، هل اقدر ان انا انكر ان انا عملت الشيء الفلاني او الاكشن الفلاني. انفورميشن ديسكلوجر، لو اي ثريت بيخليني او بيطلع بيديسكلوز انفورميشن عن الابلكيشن او عن الانفراستراكشر. دي جايه من denial of service، اللي هو اي حاجه ممكن تكون بتعمل عمليه denial of service او حجب الخدمه، بيخلي مثلا الابلكيشن او السيرفر داون. ده جزء الخاص بالدينايل اوف سيرفيس. الاي هي اخر كونسبت موجود في السترايد، وده له علاقه بالاليفيشن اوف بريفليج، ان انا اقدر ان انا اعلي الصلاحيات بتاعتي من صلاحيه يوزر مثلا لصلاحيه ادمنستريتور ادمن فور اكزامبل يعني. طيب هناخد دلوقتي ديمو
آه عايزكم تفكروا فيه، واحنا يعني اسبير الستة بارامترز دول. احنا اللي بنعمله بقى في ستريت موديلنج ان احنا هناخد مثلا ليتس سي ابلكيشن معين هنا في شويه فانكشنز، خلاص، وهحاول ان انا اشوف ايه الثريتس اللي ممكن تكون هتحصل في كل واحد من الستة كونسبتس اللي احنا اتكلمنا فيهم اسبير الفانكشنز. يعني انا خلاص انا عرفت ان مثلا هنا عندي ديمو او عندي مثلا ابلكيشن سمبل ابلكيشن في 5 فانكشنز، اوكي. عندي مثلا هو بعرف اعمل يوزر ريجستريشن، بعرف ان انا اعمل ريسيت للباسورد، بعرف ان انا اوثنتيكيت او لوجن بالاكونت بتاعي، خلاص كده 3 حاجات. اقدر ان انا اعمل بروفايل مانجمنت، او ان انا اتحكم في البروفايل بتاعي، او اقدر ان انا عندي برضو اي بي اي بترجع لي شويه انفورميشن عن اليوزر. ده كده السمبل ابلكيشن بتاعي. طيب ايه الثريتس اللي ممكن تكون حاصله على الابلكيشن ده؟ آم، يعني لو كل واحد كده خد دقيقه بقى نفكر كده بالراحه، وهنخش بعديها على السوليوشن على طول. طيب خلينا بقى نتكلم كده وندردش في السولوشن. زي ما احنا قلنا احنا هنقسمهم 6 ثريت كاتيجوريز. خلينا نبدا بالسبوفينج. ايه البوتنشال ثريت اللي ممكن يحصل عن طريقه ان حد يعرف يسبوف ايدنتي بتاع حد تاني؟ سبوفينج دايما هي الاتاكس اللي ليها علاقه بالاوثنتيكيشن. فلو انا مثلا قدرت ان انا اعمل بروت فورس على الاكونت، وعرفت مثلا ان انا اوصل لليوزر اكونت عن طريق بروت فورسنج، ده مثلا بوتنشال ثريت. طيب او ان انا عرفت ان انا لو في مثلا مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، او انا معتمد على فكره الاو تي بي بشكل ما، فعرفت اعمل باي باس لليوزر اكونت او الاو تي بي دي، وادخل باليوزر اكونت، ده برضه ممكن تبقى نقطه ثانيه. طب ايه بقى الميتيجيشن، او هنفكر ازاي في الميتيجيشن بتاع النقطه دي؟ والله انت مثلا في بروت فورس ممكن احط جوجل ريكابتشا، ممكن احط مثلا انتي اوتوميشن اتاكس على مستوى الواف. على مستوى الام اف اي لازم في الميتيجيشن اكون بتاكد ان انا بعمل فاليديشن كويس جدا على الكابتشا، واعمل فاليديشن كويس جدا على الام اف اي فاليو. يعني في بعض الابلكيشن مثلا انت ممكن تلاقي ان هو بيفاليديت فعلا الفاليو بتاعت الاو تي بي، بس انت لو شلت الاو تي بي مثلا بيدخل عادي او بيشتغل عادي. هنا هو مش مهندل كل الكيسز، فانا لازم هنا هندل مثلا الكيسز بتاعت الحاجه شبه كده. التامبرنج او ان انت تتشينج مثلا الداتا. لو حصل مثلا هلا ممكن يحصل ثريد زي سيشن هايجاكينج فور اكزامبل. ممكن حد يستيل السيشن، او يبدا ان هو يتحكم او يعدل في السيشن بتاعتي، او يستيل كوكيز ويدخل بيها ولا لا. هل ده ممكن يكون بيحصل؟ ريبيديشن، او هنا بنتكلم على فكره الانكار. هل اليوزر يقدر ينكر اكشن هو عمله؟ طيب انا هنا ممكن اعملها ميتيجيشن ازاي؟ ممكن اعملها ميتيجيشن ان انا اشوف، لازم يكون عندي مثلا اوديت لوجز انا باخدها، زي ما كنا قلنا بنعمل مونيتورنج او بناخد لوجز الديفرنت فانكشنز زي اللوجن وات ايفر. فهنا لازم اتاكد كميتيجيشن ان انا عندي اوديت لوجز او اوديت تريل بيحصل بشكل دوري، عشان اقدر ابقى متاكد ان كل يوزر بيعمل اكشن معين عندي الاثباتات ان هو اللي عمل الاكشن ده فعلا. حاجه زي الانفورميشن ديسكلوجر. ممكن ايه الثريتس اللي ممكن تكون حاصله هنا؟ ممكن يبقى عندي مثلا اكسسيف اي بي ايز، ممكن يبقى عندي اي بي ايز بتطلع ريسبونس زياده، او ممكن يبقى عندي مثلا انيميريشن اتاك بقدر اعرف بيه اذا كان يوزرز معينه موجوده او اكزيستد، او ايميلز معينه او ارقام تليفون معينه اكزيست على البلاتفورم ولا لا. فهنا ببدا ان انا برضو اتشيك على الاي بي اي اكسس او الديفولت اي بي اي ريسبونس اللي بيرجع. ببدا ان انا اتشيك على الايميريشن، ببدا ان انا مثلا اخلي جينيريك مسج ترجع في اللوجن فور اكزامبل. الدينايل اوف سيرفيس، هل انا مثلا لو عملت عدد معين من الترايلز على اكونتس، ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ لو عملت مثلا فيلد ترايلز على اكونتس معينه،
هل ده هيخلي اليوزرز تلوك مثلا تلوك داون، فكده انا قفلت هل اقدر مثلا اعمل لو استخدمت الانيميشن مع النالو سيرفيس، هل اقدر اعمل لوكينج لكل اليوزرز الموجوده على البلاتفورم مره واحده؟ ده نوع من انواع النالو سيرفيس. هتطبق بقى هنا ميتيجيشن زي ريت ليميتنج فور اكزامبل، ان انا بحاول برضو اقلل انواع الاوتوميشن اتاكس اللي ممكن تكون بتحصل. برضو elevation of privilege. هل انا عامل فيريفيكيشن كويس على على الار باك او على الاكسس كنترول على مستوى اليوزر؟ هل اليوزر يقدر يشوف بس الحاجات بتاعته، ولا يقدر يشوف آه، حاجات يوزر تاني او داتا بتاعت يوزر تاني؟ هل يقدر يشوف الحاجه بتاعته، ولا يقدر يعمل ادمن فيتشرز؟ فهنا اعمل فاليديشن على مستوى الهوريزونتال وعلى مستوى الفيرتيكال، وبتاكد ان هو اليوزر بس يقدر يشوف الداتا الخاصه بيه، ما يقدرش يعمل اي نوع من انواع الفيجن بريفليج سواء هوريزونتالي او فيرتيكالي. بس احنا المفروض بقى بناخد الميتيجيشنز دي، وبنقعد مثلا مع الديفلوبمنت تيم، نتكلم ندردش مع بعض، بنشوف ايه متطبق منها، ايه منها ابلايد، ايه منها مش ابلايد، وهكذا. كل ده بيحصل في مرحله الديزاين. فلو في فانكشن من دول مش موجوده اصلا، ببدا ان انا اطبقها من الاول، فده بيسرع بشكل كبير جدا عمليه الميتيجيشن اتاكس بعد كده. طيب هنتكلم بشكل عام دلوقتي عن الابسك فيلد. زي ما كنا قلنا في الاول، عملنا كومباريزن عن الابسك فيلد وعن البنتريشن تيستنج وهكذا. طيب ايه البوزيشنز اللي ممكن تكون موجوده او متوفره في الابسك فيلد؟ احنا عندنا تقريبا شويه حاجات زي الابلكيشن سكيورتي انجينير. ده مين اللي بيبقى مهتم بتامين المراحل اللي احنا اتكلمنا فيها كلها، اللي علاقه بالسوفت وير ديفلوبمنت، زي ما قلنا الساست، الاوبريشنز بتاعت السوليوشن زي الساست وداست وات ايفر وهكذا. الديفسك اوبس انجينير هو مسؤول عن البايب لاين زي ما كنا اتكلمنا، ومسؤول عن الفور برنسبلز اللي احنا اتكلمنا عليهم في الديفسك اوبس. هو مين اللي هو بيهندل اي حاجه ليها علاقه بالقصه مثلا بتاعت الاوتوميشن، او ليها علاقه بالقصه بتاعت البايب لاينز. بنتريشن تيستر ستيل موجود في الابلكيشن سكيورتي، يعني ستيل موجود من ناحيه الكلاينت، لان انت بتحتاج في الاخر انت تعمل مانوال بنتريشن تيستنج. هو ما زال مهم جدا وبيتعمل في وقت معين. فانت كانترنال بنتريشن تيستر ده ستيل بوزيشن مهم جدا ومتاح في اغلب الكلاينتس الموجوده. كلاود سكيورتي انجينير هو بقى الشخص، لو الانتربرايز بتستخدم مثلا كلاود ليتس سي من اي دبليو اس، من جي سي بي، من ايجر وات ايفر، انت مسؤول عن الكونفجريشن اللي بتتعمل على مستوى الكلاود، ومسؤول عن ان انت تستخدم تولز المتاحه في البلاتفورم اللي انت شغال عليه، عشان تبدا ان انت تامن الابلكيشن او تامن السوفت وير سايكل بتاعتك. برضو من اشهر البوزيشنز اللي موجوده هي السكيورتي اركتكت او الابلكيشن سكيورتي اركتكت. ده بيكون بقى حد عنده اكسبيرينس اكبر بكتير من البوزيشنز الثانيه، وبيكون بيبدا يحط بقى هاي ليفل ديزاينز للسوفت ويرز او السيستمز اللي هتكون موجوده. يبدا يشوف والله احنا مثلا ايه التولز اللي محتاجين تكون موجوده عندنا، ايه التكنولوجيز اللي ناقصه، وهكذا. بيبقى يعني واخد الموضوع بس بشكل هاي ليفل اكتر، ويجي الفيو اكتر على على السايكل يعني. طيب ايه النيدد سكيلز بشكل عام عشان نقدر نطبق القصه دي؟ والله انا محتاج ان انت تكون عارف على الاقل اتليست بروجرامينج لانجوج واحده، تكون جربت تكتب ابلكيشنز بايدك، اي لانجوج موجوده، اي بايثون، جافا، وات ايفر، بس تكون فاهم ايه التكنيكس بتاعت الديفلوبمنت، قادر ان انت تكتب كود، وقادر ان انت تقرا كود على طول يعني. آه، ع- عارف إيه ويب سكيورتي، عارف اي بي اي سكيورتي، موبايل سكيورتي، وات ايفر بقى انت الجوب اللي محتاجها او المكان اللي انت هتشتغل فيه بيستخدم انهي نوع من انواع التطبيقات يعني. بس بشكل عام او الكومن موست كومن هو الويب او الاي بي اي. قادر تعمل ستريت موديلنج زي اللي احنا شفناه ده، بس انت طبعا على ابلكيشنز معقده بشكل كبير، او بتستخدم كمان فانكشناليتيز كومبلكس اكتر. آه، قادر تستخدم مثلا ديفسك اوبس تولز، او ترن الاوبريشنز بتاعتها بس اتليست، يعني ساس داست اس اي مثلا. عندك شويه نولج عن الكونتينر سكيورتي، عن الكوبرنيتس، عن الاوبن شيفت. الكوبرنيتس فور اكزامبل يو كان ران ات، يعني او الدوكر مثلا، او يعني وات ايفر، الحاجات دي كلها تقدر ان انت ترنها على لابس بسهوله، وكلها اوبن سورس. يعني طبعا مش الاوبن شيفت، اي حاجه تانيه عكس كده. ممكن تعمل لاب كوبرنيتس، تجرب بتشوف ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل على اللوكال ماشين عادي، تتعلم من ده. كلاود سكيورتي برضو، لو انت عندك مثلا خبره معينه في الاي دبليو اس او الجي سي بي او ايجر،
برضه دي حاجه هتفيدك جدا على مستوى السكيلز النيدد يعني.